كده مفترية. انت كسرتي قلم يا واد انا مسكي كده وحكت انا عايزه قصه ايه قصه عظمه. يعني انت مفترية عليا يا شهد؟ عايزه قصه عظمه. اهو يا ابوكي. ايه يا ابني في ايه؟ يا كسرتي يا ابويا. انت بتعيط عشان خاطر القلم؟ فين القلم؟ دي طاقية. لا بابا ايه ده؟ ايه ده انت؟ ايه وايه ده؟ ايه يا لهوي؟ ايه اللي عملته ده؟ هي كسرته وقالت لي لو حد جاي هكسر عظمك. هكسر عظمك؟ البنت دي مفترية، معلش يابا انا اصلحهولك. لا وانت فاشي. فاشل ايه يا عبيط؟ ده انا اكتر واحد بصلح اي حاجة في البيت ده. لا ولا عادي يا عم سيبها على الله، بس استنى بس، ده انت مش مخليه قلم، انتوا مخلينه كده غيار قلم. يا لهوي. مش عارف. اختك الصغيرة يا حبيب قلبي، اختك الصغيرة، بس كده القلم اللي مضايقك انا اصلحهولك واخليه لك يرجع زي الاول. انت تعرف اساسا ان انا كانوا موديني شركه المفروض ان انا اعمل فيها اقلام، بس انا اللي انت فاهم الهندسه بقى، قلت لا خليني شغال في الايه، في المعمار، وما رضيتش اروح يا حبيب قلبي. بس كده القلم بس اللي مضايقك، يا قلم مضايقك، القلم بس اللي مضايقك اهي. بس كده يابا، امسك يابا، استنى بس اتقل، ايوه كده اصبر، بس كده اصلحهولك يا ابويا دلوقتي. ما تقلقش، ما تعيطش، ما تعيطش يا حبيب قلبي. يا ابني يا ابني كان عايزين نشتغل، بس انا اللي كنت بقول ياض ايه؟ ايه ده؟ ياض ايه؟ استنى اصبر، ما تقلقش اصبر. كانوا يقولوا لي يا ابو حسين اشتغل معانا في شركه الاقلام، انا اقول لهم انا راجل مهندس، راجل مهندس. ازاي ابقى راجل مهندس واشتغل في الايه؟ في الاقلام؟ طبعا خلتني في الايه؟ في المعمار. انا مهندس معماري، مش بابا شغال مهندس معماري. سيبني بس، انا مش عاوزني اصلح لك القلم، هصلحه لك. انت يا شهد، يا شهد اخوك يا بابا، ليه بتعملي كده مع اخوكي؟ انت بس تؤمر يا عم حسين وانا انفذ. استنى، هو كده، بص هو كده، اهم حاجه العمود يركب في العمود، يبقى الاثنين معشقين مع بعضيهم. تيجي اعمل كده، بص ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ تيجي اعمله كده كده، بص بقى قلم جميل اهو يا حسين. ده بس كده حبيب قلبي، تشغل اهو. بص انا ايه؟ انا اوريك لما بيكتب، بص لما تيجي تكتب. بقول لك ايه، انت خنقتني انت واختك. امسك يا عم قلم. ايه بتعيط تاني؟ هتعيط؟ عايز حق ايه؟ عايز حقي. ايوه يستاهل. انت مش قادر على الحمار، هتقدر على البردعه. مين اللي بوظك القلم؟ شهد. عليك وعلى شهد يابا. لا روح عليه حقي بالله. انت خايف تروح لها؟ لا يستاهل. انا يا باشا اجيب لك حق القلم من شهد، انت خايف مني انا اروح لها انا؟ ايه ده؟ مين يجيبك هنا تاني يوم؟ ابويا كان يجيب لي حقي. ايوه. فين ابوك ده؟ ايه ده؟ ابويا. 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 عايز ابويا. انا هسيبك المية دي، الكتان انت وابوك جاي. انا يا عم هدي لك حق القلم، وريني. معلش، عارف انا ما جيتش ليه؟ عشان لو كانت زنقتني كانت قتلتنا احنا الاثنين. اقعد يابا. حق القلم كام؟ خلص يا حسين، حق القلم كام؟ 20 جنيه. ايه؟ 20 جنيه. 20 جنيه؟ ليه 20 جنيه؟ ليه القلم ب 20 جنيه؟ انا عارف انت عفريتك مين، ما انت مش عايز حق القلم؟ يا بنت يا شهد، يا شهد خد يا حبيب قلبي. ايوه كده، ما بتخافوش. البت دي تقيله، كان